مساء الخير سيد الوزير. السؤال ديالي يتعلق الآن الحكومة قررت أنها دعوة جديدة للحوار مع النقابات في قطاع التعليم، ولكن ملي كنشوفوا قانون المالية واش كاينه الكلفة المالية للحوار؟ لأنه الآن كنشوفوا أنه كاينه مطالب مادية اللي غتكون مكلفة على مستوى المالية. واش كاين فعلا باش يكون الحوار فاعل ومنتج خص تكون الكلفة المالية؟ واش الحكومة فكرات في الكلفة المالية اللي غادي تحاور بها مع هذه النقابات ومع رجال التعليم؟ شكرا. السلام عليكم سيد الوزير. بعد شلل في القطاع التعليمي بسبب الإضرابات المتتالية واللي دخلت أسبوعها السادس، هل أصبح واردا اللجوء إلى سنة بيضاء؟ وإن لم يكن ذلك، ما هي الحلول المقترحة لتعويض التلاميذ عن دروسهم من غير الحل ديال التعليم عن بعد؟ لأن كما نعرف أن العديد من التلاميذ لا يتوفرون على الظروف المناسبة لهذا النوع من التعليم، وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ بالفرص بينهم. وشكرا. سيد الوزير مساء الخير. متى سيتم تفعيل مقترح السيد رئيس الحكومة لجمع اللجنة الوزارية الثلاثية لحل حالة الأزمة ديال التعليم بعدما تعذر على السيد بن موسى إيجاد حل مع 17 نقابة وتنسيقية غير ممثلة في الحوار الاجتماعي؟ وشكرا. الآن نتكلموا على موضوع ديال التعليم. قبل ما نتكلم على موضوع ديال التعليم، اولا ما كاينش شي قانون ماليه في العالم كيجي باش يقول بانه هذا القانون الماليه غنديروه وغادي نديروا فيه قده ديال الحوار الاجتماعي. لو الدليل هو انه منين دخلت الحكومه في 2021، جات الحكومه في 2021 وبدات الحوار الاجتماعي، ما كاينش شي حاجه سميتها كلفه الحوار الاجتماعي في قانون الماليه. دونك الذي يقع هو انه الحوار الاجتماعي هو آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، وهذه الحكومة عبرت على الإرادة ديالها السياسية باش أنها تبني حوار حقيقي مع النقابات، وماشي غير تبني حوار اجتماعي ولكن أيضا المأسسة ديال الحوار الاجتماعي عبر تحديد واحد المواعيد سنوية قارة وتحديد واحد المؤسسات التي تشرف على هذا الحوار، المكلفة بالقطاع العام، المكلفة بالقطاع الخاص. اتفقنا على ابريل واتفقنا على سبتمبر لانه الوقت اللي تيوجد قانون الماليه نتكلموا فيه واحد شويه على التحفيزات اللي تقدر انها تعطى، وفي ابريل كتكون واحد المرحله نتكلموا على كيفاش غاديه الامور لانها كتلاقى مع ذاك الموعد ديال فاتح ماي. اللي ناكد هو انه السيد رئيس الحكومه اليوم في بدايه اجتماع المجلس اكد على ان الحكومه فتح الأبواب ديال الحوار مرة أخرى، وأكد على أننا داخل الحكومة نعتبر هذا الموضوع ديال التعليم هو واحد من الركائز الأساسية ديال بناء الدولة الاجتماعية، وأكد على أنه الرغبة وكل الرغبة هي في حلحلة هذا الملف. والدليل هو أنه أعطى دعوة للنقابات للجلوس يوم الاثنين المقبل في إطار اللجنة الثلاثية. شكرا لكم.